مساء الفل على الناس الكل، طبعا اوقاتكم اينما كنتم. احمد بدر يحييكم ويمسي عليكم. بدايه كل عام وحضراتكم طيبين وبخير، عيد فطر مبارك وسعيد على جميع الامه الاسلاميه، واعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. النهارده حلقه اليوم اللي هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي والرجاء المغربي، مباراه كوارتر فاينل دوري ابطال افريقيا، مباراه دور ال16، مباراه قويه جدا للمره الثانيه على التوالي. يتكرر هذا السيناريو، تكرر السيزون اللي فات وقدر الاهلي ان هو يكسر الرجاء، وهاليوم يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى، وهي مباراة القمة، مباراة المنتظرة والمرتقبة ما بين الكتيبة المصرية المتمثلة في النادي الأهلي والكتيبة المغربية المتمثلة في الرجاء المغربي. هي مباراة القمة حقيقي في دور ال16، هي أقوى المباراة على الإطلاق، والجميع ينتظرها سواء من الجماهير المصرية أو الجماهير المغربية أو كل الجماهير المتابعة لدوري أبطال أفريقيا. نرحب بالفريق الضيف على الأراضي المصرية بحكم إن أهلاوي وعاشق للكيان الأهلي، ونتكلم بداية عنه. الرجاء المغربي هو من أقوى الفرق في هذه البطولة على الإطلاق، طلع من المجموعة برصيد 16 بونت. أعطى جرس إنذار شديد اللهجة لكل الفرق الصاعدة لدور ال16، حيث يقدر إن هو يحصد العلامة الكاملة برصيد 16 بونت ويتصدر المجموعة. مجموعة كان فيها فايبرز وسيمبا التنزاني وحورية كوناكري، أي نعم فرق كلها متواضعة، ولكن قدر إن هو يحرز العلامة الكاملة ويفوز في كل لقاءاته ويحصد 16 بونت. مش بس ان هو قدر ان هو يحقق العلامه الكامله، لا ده كمان بيتصدر صاحب اقوى خط هجوم في دور المجموعات برصيد 17 هدف. يا له من خط هجوم قوي جدا بقياده نجمهم الابرز وهو حمزه خابه، احد الاوراق الرابحه اللي بيعتمد عليها المدير الفني التونسي منذر الجبير، احد المديرين الفنيين اللي لهم خبره واسعه في الكره الافريقيه. شاهدناه في بطوله افريقيا مع المنتخب التونسي، حقق نتائج مرغوب فيها، ولكن اليوم نشوفه مع الرجاء المغربي. مش بس الرجاء كان اقوى خط هجوم، كمان تقدر تقول عليه اقوى خط دفاع، حيث اهتز شباكه 3 مرات فقط، حيث يمتلكوا افضل خط دفاع، وكذلك لديهم حارس قوي جدا، والحارس الامين والمخضرم بالنسبه لهم انس زنيتي. منذر الجبير منذ قدومه الى الفريق المغربي الرجاء، وكان متدني الترتيب في الجدول العام بالنسبه للدوري المغربي، حيث كان في المركز ال13. هو مركز لا يليق ابدا بحجم الرجاء المغربي، وهاليوم في المركز الخامس. خليني اقول لك واضيف لمعلوماتك ان الرجاء المغربي قبل مباراه الاهلي فشل ان هو يفوز في اخر 4 لقاءات بالدوري المغربي، تعادل مع الوداد بهدفين لكل منهما، خساره قويه ومدويه امام الفتح الرباطي ب3 أهداف دون رد، وايضا فوز بالعافيه وبشق الانفس بركلات الترجيح في الكاس، والمباراه الاخيره فشل ان هو يحقق ايضا الفوز. خليني اضيف لك من باب الامانه واعطاء كل واحد حقه ان الجماعه المغربيه والجماعه المغربيه دي تعادل اتحاد الكره بالنسبه للكره المصريه. اصدر في العام الماضي قرار بعدم اتخاذ اي تاجيلات لكل الفرق المغربيه علشان خاطر الدوري يمشي بانتظام وفي ذات الوقت ينتهي في الوقت المحدد. يعني تقريبا كده تقدر تقول ان فريق الرجاء المغربي بيلعب كل 3 ايام مباراه. مفيش شك يدي انطباع قوي جدا ان الفريق في حاله اجهاد شديدة جدا للغاية، تكاد تكون ظهرت أمام النادي الأهلي في الشوط الثاني بالتحديد. أما عن زعيم القارة النادي الأهلي، وحش أفريقيا وكينج الكرة الإفريقية، النادي الأهلي المصري المتصدر لألقاب هذه البطولة في رجعبته وفي رصيده 10 ألقاب مخلدة في تاريخ النادي الأهلي، وفي رحلة البحث عن ال11 بتوقيت النادي الأهلي. الاهلي بعد صعوده لدور ال16 وبعد اداء مخيب جدا للامال في دور المجموعات، الاهلي بيحاول ان هو يستفيق في دور ال16 ويتخذ شخصيه البطل، تجسيد لروحه ان هو يقدر يكمل في هذه البطوله، وكمان يؤكد على مقوله ان الاهلي ريال مدريد افريقيا، وان الاهلي في الادوار الاقصائيه هو يشبه بالضبط ريال مدريد. كلنا عارفين السيناريو اللي دار في دور المجموعات، الاهلي خسر من سان داونز، وكذلك ايضا خسر من الهلال السوداني في المباراه الافتتاحيه في السودان، وبعد كده كسب القطن الكاميروني رايح جاي، وكسب الهلال السوداني في القاهره. قدرت هذه النتائج ان هي تشفع له ان هو يصعد الى دور ال16. فاليكم يا ساده تفاصيل تلك المباراه بالتفصيل، بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس والتنبيهات، وتعالى احكي لك الاهلي والرجاء في دور ال16 من دوري ابطال افريقيا. فيلا بينا نبدأ.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. يعني تستمر هدايا وعطايا النادي الاهلي منذ رمضان، وكمان يديك العيديه في العيد ويفرح كل الجماهير في هذه المباراه. الاهلي يا ساده بابا الشغلانه، او تقدر كمان تقول الاهلي يا ساده بابا المجال. هو حقيقي دوري ابطال افريقيا لعبته هي الشغلانه اللي بيعرف يطلع منها بفوز ويطلع منها بالبطوله. هو 10 القاب في جعبه الكينج الافريقي النادي الاهلي المصري، فهو مشارف الكره الافريقيه في بطولة العالم للأندية، وكذلك مشارف الكرة المصرية بالأخصية في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يا سادة يبحث عن اللقب ال11، لا بديل عن اللقب ال11. الأهلي في السنوات الأخيرة بيقدر يوصل للنهاية أكتر من مرة، ولكن في الآخر لم يصيبه الحظ ولم يحالفه الحظ في إحراز لقب ال11. خليني أقول لك إن الأهلي وصل للفاينل الأفريقي 15 مرة، وقدر إنه يحرز من 15 مرة دول 10 ألقاب في تاريخه. طبعا ارقام كلها تحكي عن نفسها، ارقام كلها تدل على قوه وجبروت العملاق الافريقي النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي حقيقي قوه ما بعدها قوه في دوري الابطال، وخصوصا في الادوار الاقصائيه. الاهلي بتشوفه في دور المجموعات ممكن يكسب بشق الانفس، ممكن ما يكونش موفق في اداء او في مباراه، ولكن تيجي تشوفه في الادوار الاقصائيه شخصيه تانية وحاجه تانية واداء تاني وقوه ما بعدها قوه. الاهلي مرعب لكل الفرق اللي هي وصلت لدور ال16 والادوار الاقصائيه. كل الفرق كانت تمني نفس خروج النادي الاهلي في دور المجموعات، والكل كان يتكاتل من اجل اخراج النادي الاهلي. وزي ما شفنا مباراه الهلال السوداني كان الكل بيتمنى الخساره للنادي الاهلي في هذه المباراه علشان خاطر هو يطلع من البطوله، وتبقى البطوله مهيئه لاي فريق يقدر ان هو يكمل بقوته ويوصل للنهائي وياخد البطوله. الاهلي علمنا ان هو ممكن يكون عنده هفوات، ممكن يكون عنده مطبات كده بتقابله في سكته للبطوله الافريقيه، ولكن سرعان ما يعود. وهي دي ميزه النادي الاهلي، ان هو بيقدر يستفيق ويفوق بسرعه ويشوف اللوغاريتمات اللي عليها مشاكل فين ويبدا ان هو يشتغل عليها بشكل ايجابي. كنا اتكلمنا من قبل عن البطوله الافريقيه وان هو لوغاريتم بالنسبه له مبهم، وان بطوله دوري ابطال افريقيا لسه درسهاش كويس، وان هو بيلعب البطوله باداء ونسق واحد طول الجيم، يعني بيلعب المباراه برتم واحد. ده اللي احنا شفناه في دور المجموعات. ولكن تيجي تبص على اداؤه في مباراه الرجاء المغربي، الاداء اختلف تماما. تثبيت للتشكيل، وده اهم ما يميز الفريق في الفتره الحاليه. الحاجه الثانيه قدر ان هو يعمل البلوكات على عناصر اللعب للفريق المغربي الفريق الرجاوي، وكذلك ايضا يلعب الكونتر اتاك بشكل ونسق على مراحل وليس من بدايه الجيم لنهايه الجيم. كلنا شفنا المباراه في بدايتها كان استحواذ ومراوغات ومناورات على الكتيبه الاهلاويه، كان استحواذ من الكتيبه المغربيه، وكانت الكره دايما في وسط ملعب النادي الاهلي. ده يدل ان كان الضغط الهجومي للكتيبه المغربيه واضح وبقوه، وكان بيأكد عليه منذر الكبير منذ بدايه المباراه. كان كل امالهم ان هم يحرزوا هدف في بدايه المباراه يسهل من مهمتهم جدا، وكذلك ايضا يفتح الجيم، وكذلك يسهل من مباراه العوده. لكن كولر كان حاسب الجيم بشكل كويس، قدر ان هو يلعب المباراه بنسق، وقدر ان هو يرتب الاحداث ويسلسلها، وان هو عايز ايه من الجيم، عايز ايه في الشوط الاول وعايز ايه في الشوط الثاني. كان كره للرجاء المغربي قدر ان هو كان هيوصل بيها، لكن الحمد لله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كان حليف النادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يخرج في الشوط الاول بدون اي اهداف، ولكن تهتز الشباك المغربيه في وقت قاتل. والتوقيت اللي جه فيه الهدف هو من افضل التوقيتات اللي انت تقدر ترجع بيها للمباراه، خصوصا في الشوط الثاني. هدف في نهايه الشوط الاول للنادي الاهلي بضربه راس قويه جدا من قلب دفاع النادي الاهلي عبد المنعم. كوره ولا اجمل، تقدر تقول كده التصويبه بالراس ديت او الكوره اللي بالراس ديت من سترايكر من مهاجم، لكن في الاول وفي الاخر هي كوره عبد المنعم وضربه راس قويه جدا. قدر ان هو يحرز بيها الهدف الاول في التوقيت المطلوب، والتوقيت اللي هو يديك الدفعه في الشوط الثاني، وفي ذات الوقت يدي احباط لعناصر فريق الرجاء المغربي. ده كان سيناريو الشوط الاول 1-0، مفيش اكتر من كده. الشوط الثاني بداوا برضو المناورات ما بين اللعيبه، وكذلك الاهلي مستحوذ بالجيم ولكن دون جدوى على الخط الهجومي. شفنا كان كوره للنادي الاهلي ان هو يفشل ان هو يحرز الهدف، ولكن كان الاهلي بعض اللعيبه ما كانتش موفقه في هذه المباراه، وهنتكلم عليها قدام شويه في الفيديو. ولكن خلينا نرجع نقول ان الاهلي قدر ان هو يحرز الهدف الثاني ليه في توقيت قاتل عن طريق الورقه الرابحه، عن طريق حمدي فتحي. وهنا نتوقف قليلا. حمدي فتحي تيجي تشوف المكان بتاعه في الملعب هو ارتكاز، لاعب رقم 6 في الملعب، لاعب ما عندوش نواحي هجوميه اكتر منها دفاعيه. يعني الناحيه الدفاعيه
الدفاعية هي المهام الأول والمقام الأول له في هذه المباراة، ولكن كولر بتعليمات فنية شديدة. وخليني أقول لك إن اللقطة دي تكررت أكتر من مرة لو أنت بتركز في التشكيل بالنسبة لكولر وبالنسبة للأوراق اللي بيرميها في التبديلات. كولر مش أول مرة يعمل الطريقة ديت أو يعمل الحركة اللي عملها بنزول حمدي فتحي وحمدي فتحي ينزل يحرز الهدف. حمدي فتحي النهارده نازل كارتكاز في نص الملعب، خرج السولية ونزل حمدي فتحي، يعني تغيير لاعب مركز بمركز. ولكن تيجي تشوف اداء حمدي فتحي واخد نزعه هجوميه، واخد شق هجومي، وده اكد لك ان كولر مديله تعليمات ان هو يزيد من الناحيه الهجوميه بالنسبه للكتيبه الاهلاويه. وبالفعل الحسنه الوحيده في المباراه من بيرسي تاو، قدر ان هو يعمل كده باص جميل ولا اروع منه ما في، تشيب باص كده يشيلها من فوق المدافعين علشان تروح على يسار حمدي فتحي، وباليسار واستر يا ستار تسكن الشباك على طول على يمين انس زنيتي. هدف روعه، هدف يؤكد عقليه كولر في ادارته للمباراه، هدف يؤكد ان الاهلي درس المباراه بشكل كويس جدا، هدف يؤكد ان الاهلي واخد المباراه برتم معين مش برتم واحد، لا مقسم المباراه على كذا جزء وعلى كذا شق. ازاي في بدايه المباراه اعمل ايه ما استقبلش اهداف، ازاي بعد شويه امسك المباراه في اخر الشوط اقدر ان انا اقتنص هدف واجيب الهدف. وده كل السيناريو اللي الاهلي عمله ودرسه وخطط له كولر وقدر ان هو ينجح فيه. 2-0 هي نتيجه بالنسبه للنادي الاهلي الى حد ما مطمئنه، ولكن لا امان للرجاء في كازابلانكا. الرجاء في كازابلانكا مع الضغط والحشد الجماهيري اللي هيكون موجود لا امان له، واكيد المباراه ستكون قويه جدا ما بين الفرقتين، وستكون قويه على النادي الاهلي وايضا ستكون قويه على نادي الرجاء في المغرب. ولكن 2-0 اللي بيتكلم فيهم الرجاء في مباراه العوده هتكون صعبه ايضا ان انت تسجل هدفين في النادي الاهلي دون رد. ممكن تجيب هدفين ولكن هتلاقي النادي الاهلي ايضا بيسجل، ويكفي النادي الاهلي في مباراه العوده هدف واحد يعرقل كل حسابات منذر الجبير ويعرقل كل حسابات الفرقه المغربيه بالنسبه للرجاء المغربي. فما فيش شك مباراه العوده هي اللي هتحسم كل ما في الامر، ولكن ستكون مباراه قويه. بنأكد ان هي هتكون في قمه الروعه ما بين الفرقتين، ولكن تقدر تقول بنسبه 70% قدر الاهلي ان هو، او بنسبه 60% قدر ان هو يحط قدم في دور نصف النهائي، دور الثمانيه. فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه في مباراه العوده، وكل التوفيق لكل الفرق العربيه المشاركه في هذه البطوله. لو جيت بصيت على باقي النتائج علشان خاطر تكون ملم بالتفاصيل كلها وان انت في طريقك القادم هو نادي الترجي التونسي. الاهلي لو صعد من هذه المباراه وقدر كمان الترجي يصعد من مباراته، فالاثنين هيكونوا في مباراه نصف النهائي في دور الثمانيه. الاهلي قدر ان هو يكسب في القاهره 2-0 ومنتظر العوده في كازابلانكا. الترجي التونسي قدر ان هو يفوز 1-0. صن داونز قدر ان هو يتغلب بالاربعه في استاد نيلسون مانديلا بالجزائر، الاستاد الجديد للكره الجزائريه، وقدر ان هو يفوز على شباب بلوزداد باربع اهداف مقابل هدف. نتيجه قاسيه جدا وقويه جدا تكاد تكون حسمت من مباراه الجزائر من مباراه الذهاب، ولكن يبقى الامل للفرقه الجزائريه في مباراه العوده في جنوب افريقيا. الوداد يكمل افساد فرحه الكره المغربيه وافساد فرحه العيد على كل الجماهير المغربيه، ويخسر هو الاخر في مباراته امام سيمبا التنزاني ولكن خارج الديار بهدف دون رد. ولكن مباراه الوداد اعتقد ان هو يقدر يعود في المغرب ويقدر ان هو يفوز في مباراته امام سيمبا التنزاني، خصوصا ان المباراه خارج الديار ب1-0 تعطي الامل الكبير جدا في مباراه العوده لما تكون داخل الديار. فان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق العربيه في هذه البطوله، وان شاء الله يكون الاهلي في فاينل هذه البطوله من اجل اتيان الاميره المستعصيه وهي اللقب ال11. شابوه لكل لعيبه النادي الاهلي، شابوه الكره ان هو قدر ياخد المباراه بمراحل وقدر ان هو يقسم توقيت المباراه من وقت لاخر، وايه اللي هو محتاجه من كل وقت والتاني علشان خاطر يطلع بهذه النتيجه بهدفين مقابل لا شيء. فوق من كولر على منذر الجبير في مباراه قويه جدا، ولكن ننتظر مباراه كازابلانكا مباراه العوده وما سيدور من احداث في هذه المباراه، واؤكد ستكون قويه، والاهلي لم يحسم مهمته في دوري الابطال في دور ال16. بكده اكون وصلت لنهايه الحلقه مع حضراتكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس والتنبيهات وخليك جاهز لكل حلقاتنا اللي جايه. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم. طابت اوقاتكم ودمتم في امان الله ورعايته.